وصفة النهاردة بقى هنعمل الشيش طاووق في العيدان الخشب، او في الخليج بيقولوا عليها المشاكيك. وهنعمل الستريبس مع بعض، التشيكن وينجز. انا عملتها قبل كده عندي في القناة على اليوتيوب، اللي عايز يدخل يشوف الطريقة بتاعتها. انما النهاردة هنعمل الشيش طاووق زي ما انتم شايفينه بالطريقة دي، تحفة. جربوه مش هتندموا. معايا نص كيلو، معايا كيلو من صدور الدجاج. بتيجي طبعا متقطعه بانيه كده من عند الفرارجي. هنا بقى ايه، انا هبدا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان هدككها في العيدان الخشب، عشان هشويها في الجريل. هنا بقى ايه، قطعتها القطعه، بتقطعيها نصين حسب القطعه قدامك كبيره او صغيره. بتحاولي ايه تظبطيها. عايزه تقطعيها مكعبات براحتك، اللي انت تحبيه. بس الطريقه دي حلوه جدا، جربيها وهتعجبك قوي. هنا معايا بقى ملح، معايا فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، بهارات لحمه، لو عندك بابريكا. هنا معايا زبادي. هنا هننزل بعلبة الزبادي، بتخلي الفراخ طرية كده وجوسي. ومعايا معلقة خل كبيرة، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم. هنقلبهم بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده ايه، هسيبهم اقل حاجة في التلاجة لمدة ساعة. اقل حاجة، هي المفروض ساعتين، اقل حاجة ساعة. هسيبهم كده يتبلوا كويس جدا مع بعض، وبعد كده هرجع لكم تاني. هنا بقى ديت اجنحة الدجاج، التشيكن وينجز. زي ما انا قلت لكم، انا عندي ولادي بيحبوها جدا، فاللي عايز يشوف الوصفة يخش عندي على قناة اليوتيوب، هيشوف الوصفة كلها كاملة. انا كنت عاملاها مع ديت يعني اهو بالشكل ده كده. الخلطه بتاعتها رهيبه، تطلع معاكي ناجحه جدا، طعمها خطير. انا بعملها دايما عشان الولاد عندي بيحبوها جدا. بس كده. هنا بقى كانت التتبيله قعدت ساعتين في التلاجة. هنا جبت العصيان الخله الخشب، وبدات اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه، سهل جدا. وهتبقى معاكي دي انا بعملها كده فراخ بس، من غير اي خضار ولا بصل ولا طماطم ولا فلفل. عايزه تحطي بصل طماطم فلفل اللي يريحك، بس الطريقه دي جربيها وهتعجبك جدا جدا. هنا معايا الجريل على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت، ما تكتريش زيت. وهنزل بالفراخ زي ما انتم شايفين، تكون الطاسه سخنت كويس جدا قبل ما ننزل بالفراخ. هنا بقى خلاص كنت نزلت بالفراخ، وما توطيش عليها النار، تسيبيها عاليه عشان ما تنزلش ميتها. هتتشوي معاكي كويس جدا. عشان تنضفي الجريل، هتعملي ايه عشان ما تحطيش زيت كتير؟ منديل مطبخ وامسحيه، هينضف معاكي السمار اللي هو في الجريل ده. بس كده هكون جهزت معايا فحمية، وهحطها واغطي عليها. وطلعت بالشكل الروعة اللي انتوا شايفينه ده، كانت طعمها خطير. وهنا أجنحة الدجاج زي ما انتوا شايفين جميلة ازاي، واحسن من المطاعم بكتير كتير، وانضف بكتير. يلا اشوفكم على خير.